السلام عليكم اصحابي وحبايبي. عاوز اقول لكل واحد فينا خد بالك، اللي انت ماسكه في ايديك ده مش تليفون. اللي انت ماسكه في ايديك دوت عباره عن سلاح قيمته 10 مليار دولار موجه لراسك، موجه لفكرك، موجه لعيلتك واولادك عشان يدمرهم، موجه لدينك وقيمك ومبادئك عشان يغيرها. يا ريت انت اللي تسيطر على تليفونك، ما تخليش تليفونك يسيطر عليك. اتخلص من التكنولوجيا، اتخلص من التليفون وامسك ورقة وقلم وحط خطة يومية لنفسك. ساعة تقعد فيها مع أولادك ومراتك، ساعة أسرية تنسى التليفون وتنسى كل حاجة وتنسى شغلك. ساعة لربك، تقرأ قرآن وتذكر ربنا وتدعيه وتبقى في حالة صمت تام علشان تقدر تصفي روحك. ساعة تانية للتليفون خليها علشان تشوف الواتس والفيس وتتابع الأخبار. بس هي ساعة واحدة بس، وتحط يومك بالشكل دوت، تخطط له كويس علشان تقدر تنجو. والله احنا في ظروف، اقول ايه، الامه في حاله مخاض. هنقدر ننجو بنفسنا لو قدرنا نسيطر على كل حاجه في ايدينا، مش هي اللي تسيطر علينا. اللي بيحصل في غزه واللي بيحصل في السودان وفي سوريا دوت كله الامه في حاله مخاض. لازم نفوق علشان ربنا يكرمنا ونقدر نرجع نسود العالم مره تانيه. السلام عليكم اصحابي.